السلام عليكم الغزالات، نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في اتم الاحوال. بعد ما شاركت معكم الصابلي وشاركت معكم النوغا، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الديكوراسيون ديالو اولا التزيين ديالو. غادي يكون المربع، الشكل ديالو مربع، ولكن غادي يكون تزيين مختلف. غادي يكونوا 5 الانواع، كل شكل بوحدو. غادي نشارك معكم ثمن البيع البنات ومجموعه ديال الحويجات اللي غادي تشوفوها معايا في هذا الفيديو. قبل ما نبداو البنات، عافاكم تسجيل الفيديو، بارطاج لو ماكسيموم، القليب ولي كومونتير الا بغيتوني نشارك معكم اي حاجه. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو التزيين غادي يكون على 5 الاشكال. يلا نمشيو على بركه الله الطريقه ديال تزيين هذا الصابلي. كيف ما العاده البنات، دائما كنشارك معكم الحاجه من الاول حتى الاخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التزيين ديال الصابلي اللي غادي يكون غير مربع، ولكن غادي يكون فيه مجموعه ديال الاشكال اولا مجموعه ديال لا ديكور اللي غادي تكون مختلفه. هنا خديت البنات لو كراميل بور سالي. بما انني غادي نخدم بالنوغا، الحاجه الوحيده اللي غادي تتواتى معها هي الكراميل، يعني باش ما يكونش واحد الاختلاط ديال المذاقات. هنا خديت الكراميل وضعته فوق الصابلي، وضعت النوغا على الوجه ديالها، يعني الوجه اللي غيكون املس الفوق وغيكون فيه واحد الفراغ. وخديت قطعه واحده اخرى البنات حتى هي غادي نوضع فيها النوغا، ولكن الجهه اللي مشوكه، باش يكون عندي جوج ديال الاشكال مختلفين. وحده وضعتها في الجنب ديالها، ووحده اللي هي فيها فين غنوضع لها الكراميل على هذا الشكل البنات، وضعتها في الوسط. هكا كنحصل على جوج ديال الاشكال اللي كيكونوا مختلفين وكيجيو زوينين. هنا بالنسبه للبنات غادي نشارك معكم حتى الثمن ديال البيع ان شاء الله. نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا معايا جميع الاشكال. وما تنساوش لو بارطاج، هو اللي كيعاونني القليب وتسجلي عندك الفيديو، باش من تبغي تزيني شي صابلي كتلقاي عندك واحد الشكل او واحد الاشكال اللي غادي تعتمدي عليهم. هنا البنات كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل جميع الحبات اللي عندي، باش غادي نوريكم شكل واحد اخر اللي غادي يجي زوين. هاد الطريقه البنات تقدري ديريها في صابلي اللي هو شويه صغيور، اولا تقدري في هذا اللي كبير. كل واحد والاختيار ديالو، وكل وحده على حسب الزبونه ديالها. كيف ما دائما كنقول لكم، الانسان كيتمشى على حسب لا كليونط، على حسب شنو بغات، وعلى حسب عاوتاني الثمن اللي خديتي به هذاك الصابلي. هنا البنات بعد ما كملت الحبات هادو اللي وريتهم لكم، اللي شاركت معكم النوغا، اللي درت لهم الفراغ اولا يكون فيهم واحد الفراغ في الوسط، كنوضع فوقهم الكراميل على هذا الشكل. منها كيجي واحد لو غابيل وكيجي الشكل ديالهم زوين. هادو هما جوج ديال الاشكال الاولى اللي خدمتهم. وحده خدمتها بالنوغا اللي مشوكه، يعني الظهر ديالها، والاخرى درت لها يعني غير شكل واحد ديال النوغا، خرجت منه جوج ديال الاشكال اولا جوج ديال لي صابلي اللي هما مختلفين. وضعت هاد لي بونبون هكا، لي دراجي صغيورين على هذا الشكل. هنا غادي ناخذ شكل واحد اخر اللي غادي ندير فيه هو مربع، ولكن غادي نوضع فيه النوغا اللي هي مدوره على هذا الشكل. نفس الطريقه درت الكراميل ودرت في وسط هذا النوغا، ومن الجانب درت فيه اللوز كونكاسي. الشكل الثالث اولا اللي هو هذا، غادي نوضع وحده فوق وحده في الكراميل كيف ما هذا الشكل، والفوق غادي نوضع شويه كراميل ونحط فوقه النوغا، ولكن ما غاديش نحطها مربعه، غادي نحطها على هذا الشكل البنات باش تجيني زوينه. ونخلي هذاك الفراغ يبان باش يبان لي هذاك الشكل ديال الصابلي اللي هو فيه ديك الرسومات كيجي زوين. شوفوا البنات كي جا الشكل ديالهم، كلشي مربعين، ولكن كل وحده والشكل ديالها مختلف. هنايا البنات ما كنقول لكمش يعني طريقه باش تزينوا، ولكن كنقترح عليكم واحد الاشكال اللي تقدر تفيدكم. تقدري ديريها كذلك بهذا الشكل هكا، تخليها يعني بيضه، وديري في الوسط النوغا بحال هذا الشكل. كل واحد الاختيار ديالو. وكيف ما دائما كنقولوا، الديكوراسيون هي اللي كتلعب دور على الثمن. شحال ما زينتي شحال ما الثمن كيجي زوين. هنا الشكل الثالث او الرابع تقريبا غادي نديرها على هذا الشكل البنات. غادي ندير غير النص ديالها تقريبا، غنخلي الثلث اللي ما مغطيش بالكراميل، وغادي نوضع النوغا اللي مدوره، ونخلي هذاك الجانب يبان بحال هذا الشكل. كتجي حتى هي زويونه وكتعطي واحد المنظر زوين، وهكا كتكوني حصلتي على اشكال اللي هي مختلفه. البلاطو ما كيجيش شكل واحد، كتنوعي في الشكيلات ديالك البنات. بالنسبه للثمن، سولتوني دائما كتقولي لي الصابلي شحال كتحسبي له البنات. انا هذا الصابلي كنحسب له 30 اورو للكيلو، ما كنهبطلوش على 30 اورو الكيلو. كاين هذا الشكل البنات، هذا غير زدت لكم، كانوا صاتوا لي واحد الحبات ودرتهم، سواء ديروهم بالشوكولا اولا ديروهم بالكراميل. كنديرهم بحال هذا الشكل، وكان وحده فوق وحده، وكندير لهم غير الجانب ديالهم، وكندير لهم اللوز كونكاسي في الجانب. هنا البنات هذه هي النتيجه ديالو. ثمن البيع هو 30 اورو بالنوغا. النوغا كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا ان ميلونج اللوز وديروا جوجلان والقوقاو، اولا ديروا هنايا غير اللوز كيف ما شفتوا معايا. شوفوا البنات كيجيو واحد الاشكال اللي هما زويونين، 5 الاشكال مختلفه، كل شكل بوحديتو واخا هما لا فورم وحده،
ولكن كل شكل كيجي بوحدو. يلا نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غادي نشارك معكم الصابلي واحد اخر اللي غادي يكون بيرسوناليزي ولو تيم ديال زياده. ان شاء الله تفاعلوا لي مع هذا الفيديو، تبارطاجيوه، تسجلوا عندكم هكا باش تشجعوني انني ننزل لكم فيديوهات واحده اخرى. خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.